زي ما قلت لكم. شوف عمرو اديب قال ايه بعد هزيمة الزمالك بالتلاتة من الاهلي وتألق بن شرقي والشحات. سر الفوز. وهتموت من الضحك واضحك من قلبك مع عمرو اديب. نسمع. السنه دي تاخد الدوري 3 4 سنين تبقى اوف سيزون وبعدين ترجع سيزون، انما انت اوف على طول. اوف على طول. اكيد في حاجه، اكيد في شيء علمي. ما هو انا مش هعيش حياتي يعني ابقى انا مركب دعامه يا جماعه يعني، وروح وفلوس وبتاع وبعدين ايه السبب؟ اكيد في سبب ما منطقي، يعني في سبب ما يمكن التفاهم عليه منذ ايام كابتن حلمي. عايز افهم السبب، يعني حتى بالتتالي، حتى بالصدفه، حتى بقانون التعثر، انه النادي الاهلي يتعثر، ان النادي الاهلي يقع، ان النادي الاهلي لعيبته تبقى متضايقه، ان النادي الاهلي يبقى عنده اداره سيئه، يعني حتى الاهلي خد الدوري. والغريب يا ساده ان تشعر انه هذه الحياه وهذا الكون بيتحرك دائما من اجل ان الاهلي ياخد الدوري. يعني تحدث اشياء غريبه جدا ان الاهلي. الوضع اللي احنا فيه غريب وعجيب. النادي ده وقت ما كانش فيه مجلس اداره خد الدوري. يعني النادي ده لما ما كانش لاقي ياكل، ما فيهوش فلوس، ما فيهوش مجلس اداره، خد الدوري. طب دلوقتي في فلوس وفي مجلس إدارة ومش هيعرف ياخد الدوري بدليل اتهزم امبارح أمام إنبي بهدف دون رد وجالك ضربة الجزاء وحسام عبد المجيد حطها في السماء. وعندما استقر النادي وزي ما قالوا لنا بقى في فلوس، في حاجه بتحصل غريبه بقالها 20 سنه، اللي هو ايه؟ ازمه في نادي الزمالك، مشكله في فريق الكوره، نعيد بناء بقى فريق الكوره تاني، دايره ما بتخلصش. يعني انا بفهم الناس اللي بيبقى عندها ازمه او عندها محنه يعني مشكله بقى في فريق. النهارده مشوا نص اللعيبه، فده معناه ايه يا اولاد؟ معناه ان بقيه السنه احنا بنبني بقى الفريق الجديد. ما هو احنا كنا في ازمه، والازمه اثرت على فريق الكوره، ومفيش لعيبه ومفيش انتقالات ومفيش فلوس وفي مؤامره، فاحنا مش هنقدر نعمل حاجه. بنبني بقى فريق جديد السنه الجايه وعليكم خير. بقى لنا 20 سنه، 25 سنه على الحال ده. يقول لك لا اصله كان في ازمات في النادي ودلوقتي بقينا كويسين هنبتدي نبني من اول وجديد. احنا بنبني من اول وجديد بقى لنا 25 سنه ولم ينتهي البناء. السنه اللي شمينا نفسنا نفسنا فيها كنا على الارض، كنا على الارض فعلا السنة اللي شميتوا نفسكوا فيها كنتوا على الأرض، وبعد كده بدأتوا تتغروا شوية، ولكن الأهلي ما بيرحمش. الأهلي نادي كبير وما بيعرفش المستحيل. الأهلي في منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، بس أهم حاجة العبرة بالخواتيم. شوف مين اللي هياخد الدوري هذا الموسم رغم الاشتعال في المنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز. شوف الأهلي هيعمل ايه في الآخر. وزي ما دايما كل موسم الأهلي بيتعثر في الأول، ولكن في الآخر هو اللي بيتوج بالبطولة، وهو اللي بيحمل الدرع دايما لجماهيره، وبيقول للجماهير لا اطمنوا، النادي الأهلي موجود، والنادي الأهلي دايما بيلعب بروح الفانلة الحمراء وبالتاريخ وبروح البطولة، روح البطل زي كل موسم. شوف الموسم اللي فات عماد النحاس جه في وقت صعب جدا جدا، والكل قالك خلاص الأهلي فقد وخسر بطولة الدوري، ولكن
عماد النحاس قال لهم الأهلي موجود وكلنا موجودين من أجل بطولة الدوري، وفعلا قدر يحصل على البطولة في وقت صعب جدا، في آخر 6 مباريات مفيش هزيمة، والأهلي هو بطل الدوري. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي.